تعالوا نعمل فتة شاورما، بس ايه خطيرة، سريعة جدا ووجبة جميلة وخفيفة وسهلة. وممكن ناخدها معانا كده ونخرج نتغدى بره. احنا عندنا في اسكندرية بنحب نعمل كده، نخرج ناكل على البحر. اول حاجة انا قطعت الفراخ. طبعا الفراخ احنا مش هنستخدمها متجمدة، بس انا عقبال ما بقطعها كده هتلاقوها فكت يعني. هنحط بقى بهارات للفراخ وهنشويها تحت الشواية مباشرة، مش هتاخد وقت خالص. انا هنا قطعت كيلو ونص فراخ، طبعا استخدموا الكمية اللي انتم محتاجينها. انا هنا هحط بصل باودر وتوم باودر وبابريكا. هحط كمان معلقة كاري او بهارات فراخ، معلقتين زبادي او اللي هو اليوجورت في الدول العربية. انا حطيت معلقة من صوص الفلفل، ومعلقه صلصه ومعلقتين زيت. معلقتين زيت دول مهمين بس عشان نحمر الوش. هضيف بقى بصله مبشوره ورشه فلفل اسود. انا مش هحط ملح خالص علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. اقلب كل الجمال ده كده مع بعض وهحطه تحت الشوايه على طول علشان يتشوي. دي احسن طريقه لشوي الفراخ يا جماعه. ما تفتحوش النار من تحت خالص، هنفتح الشواية فقط ونلزق خالص الشبكة في الشواية لحد ما كل الجمال ده يتشوي. هنديها تقليبة تقريبا هتقعد 10 دقايق، وبعدين هفتح اديها تقليبة الاقيها حمرت كده وشها. اديها تقليبة وبعدين هسيبها تاني واقفل عليها كمان 10 دقايق. هحط بقى الرز بتاعي، معلقة زيت، معلقة بهارات فراخ، معلقة بابريكا، ورشة قرفة بسيطة، معلقة ملح، معلقة عسل، دبس رمان، وصوص فلفل وكركم. هنزل بقى بالرز. طبعا كل البهارات بتاعتنا دي لو حاجة مش موجودة براحتكم، بس دي الخلطة بتاعتي اللي انا متعودة بعملها وبتطلع تحفة تحفة تحفة. صوص الفلفل الحار ده اللي هو الهوت صوص او الشيلي صوص بيدي ريحة بس، ومش بيدي طعم حامي ولا حراق ولا اي حاجة. هحمر بقى العيش بتاعي. طبعا لما يبقى عيش لبناني بتبقى الدنيا رقيقة كده، ده عيش لبناني تمام، بس احنا نقدر نستخدم اي عيش شامي او اي حاجة. هنعمل بقى التومية، معلقتين نشا وعليهم شوية حليب كده، هنعملهم على النار لحد ما يتماسك. فصين توم، رشة فلفل أبيض أو أسود، شوية ملح وشوية زيت وخل وليمون. بس كده هنضرب كل ده مع بعضه وهنضيفهم. بصوا هضيف كمان المهلبية اللي انا عملتها دي او النشا بالحليب، هحطه بقى على الزيت. طبعا نقدر نستخدم اي نوع زيت نباتي انتوا بتفضلوه، انا بفضل زيت الزيتون، بس هو طبعا بيدي طعم مميز لزيت الزيتون، بس عشان الدايت انتوا فاهمين بقى، مش عايزه ابوظ الدنيا يعني. ممكن نحط زيت نباتي عادي. انا هنا خفيته بشويه حليب علشان الدنيا قوام تقيل قوي، انتوا عارفين طبعا لما كل ما بنضرب بيتقل. بصوا القوام بقى وريحه التوميه ما اقولكوش. بس كده، والفراخ اتشوت معانا اهي. الفتة كده بقت جاهزة، وألف هنا.